ماشي تايه في الطريق ومش شايف عناوين، حضر لعيبة وفريق بس الكورة وين؟ الكورة وين يا عمي؟ شايف حالك مش لحالك وحالك شايف مين؟ هالمرة غير هالمرة غير. لا والله يا عمي زلة لسان بس يا شباب. هالمرة غير هالمرة غير يا ابو عرب. ليتس جو يا مان يا ابو عرب. هالمرة غير. إن شاء الله خير. يعني ظل حدا في فلسطين كلها مش عازميته. شو رايك نعزم باقي الدول العربية؟ والله في يوم عرسنا ما سويتيها. قطيعة تقطعك، ليش انت في عرسنا عملت اشي؟ في عريس محترم بيطلع عند عروسته على اللوج بقولها قديش دفع مصاري يوم العرس؟ طبعا لازم تعرفي انت واهلك قديش كلفتيني. بجيسي الك بتجوز 3. خلص انا الحين بدك تقعد تذكريني في اخطاء الماضي. خلينا في اللي احنا فيه. شو عندكم اليوم؟ شو عنا اليوم؟ نعم يا اخوي، ليش انت مش معنا؟ مع مين؟ اسمع انا شكلي حامل وشفت حالي قاعدة. رحت عملت فحص اليوم الصبح. وقررت اني اعمل اعلان حفل هذا الاعلان للمولود. ونعزم هذول الناس الحلوين زي ما بيعملوا الناس المرتاحة. انو اللي بيعمل هيك؟ انت وين عايش يا زلمة؟ والله معاكوا عايش. وين عايش انا؟ الناس اللي على اليوتيوب دايما حفل اعلان المولود، حفل اطلاق المولود، حفل وحفل وحفل. ما شاء الله قضينا حفلات مهمة. وين قرايبك مش شايفهم؟ القرايب عقارب وانا ما بدي اياهم هون. والله ما في عقربة غيرك يعني. ليكون بيطلع ليش ان شاء الله. تطلع عليك تريلا 80 عجل رايحة جاية. ما هو كان لازم اني انا احط معاشي واتدين فوق معاشي واخذ قرض عشان حضرتك تسوي حفل اعلان مولود. من امتى يا اختي؟ من امتى الدنيا هيك؟ دخيل الله انا لازم اظني مديون لاخر السنة عشان حضرتك تلمي هذول وتسوي حفلة اعلان مولود؟ ما كانت الناس تتجوز زمان وكانوا يخلفوا. خلص يا ولد يا بنت. الدنيا تغيرت. الدنيا تغيرت؟ والله انت اللي قربت تتغيري. تضحك؟ مبسوط؟ مكيف على الموضوع انت؟ والله انبسطت لهم. انبسطت لهم. طب كون شوي زيه، شوي رومانسية. عمل لي حفلة مثلا. ينعن حظي انا. شو؟ مبسوط؟ تفضل انزل معهم على الساحة، تفضل. شو خلص بلشت فقرة النكد هلا؟ بلشت فقرة النكد. اشمعنى يعني هم عم بيعملوا حفلة تحديد جنس المولود وانا لا؟ في حدا عاكل بحط كل هالمصاريف عشان يحدد اذا هو ولد ولا بنت؟ العالم انجنت؟ انجن لو مرة واحدة عشاني. يا جماعة تفضل معي. شكرا لحضوركم، شكرا لانكم اجيتوا اليوم. هلا حانت اللحظة الحاسمة، تحديد نوع الجنين. طبعا مش كلكم بيعرف كيف بيتم تحديد نوع الجنين، وهلا رح اورجيكم. طبعا كلكم مهتمين تعرفوا، اكيد ما حدا فيكم رح ينام الليلة قبل ما نعرف شو نوع الجنين. او اعرف في بالونة هلا رح نجيبها. ممكن تروح تجيبها بسرعة بالله عليك. هي هناك يلا بسرعة. هاي البالونة هلا بدي افقعها. اذا طلع جواها بلالين لونهم زرق، ايش يعني؟ ايش؟ ولد. اما اذا فقعتها وطلعوا بلالين لونهم زهري، ايش يعني؟ ايش؟ بنت. شو بتقولوا؟ والله يا قسم بالله حيرتينا يا الله. يلا اللحظة الحاسمة. يلا نعد. عد. عدوا معي. 1 2 3. وين شو اسمه؟ بلالين الازرق والاصفر والاخضر. مساء الخير. اغلبكم مين اخت نغم؟ انت اجيت عملت عندنا فحص اليوم ونتيجه فحصك طلعتي مش حامل. نعم يا اخوي. شو هاد؟ هذا وزن زائد من كثر ما بتاكلي. شوفي حالك شو بتاكلي. يعطيكم العافيه. وزن زائد؟ وليه بعد تعالي
لي في الحزام على حالك لفتين وجايني ببوج. برنامج، احنا برنامج. اوكي والله ما تكفي. يلا احنا على الهوا يلا. واهلا وسهلا فيكم كمان مره مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان مع برنامج الدفاع عن النفس ومهارات الفنون القتاليه. معي انا المدرب الدولي احيه بطل الكاراتيه. الحلقات الماضيه تعلمنا انا وياكم كيف تدافع عن حالك لما بده يهجم عليك كلب ضال من كلاب الشوارع، واتفقنا انه ما تسوي فيها رجل ولا زلمه واسحب حالك وايش؟ واعطيها قبر. وبالحلقه الثانيه حكيت انا وياكم كيف تدافع عن حالك لما امك او ابوك تهجم عليك، وحكينا عن الادوات اللي بيستخدموها ابياتنا، بابوج، كشاط، كل هاي الامور، وفهمنا كيف انه لازم تتعامل بالفطره، شغل احساسك وتعرف كيف تشرد من الهوي. اليوم لا، اليوم حلقتنا مختلفه، اليوم حلقتنا موجهه للصبايا. كيف تدافعوا عن حالكم يا صبايا لما بدكم تتعرضوا لسرقه او نشال يجي بده يسرق شنطتك؟ وعشان هيك اليوم راح يكون في ضيافتنا صبيه لنجرب معها بشكل مباشر معاكم ونشوف كيف. مخرج، الصبيه وين؟ يلا صبية تفوت يلا. خليكم جاهزين معانا. الصبيه وين يا مخرج؟ جنبك. إذا هاي صبية أنا ملك الجمال بيت لحم بطلع. طيب، واليوم راح يكون معانا لنجرب مع بعض كيف النشالين بيسحبوا شنطة البنات. راح تكون معانا الأخت شريف. لا، واضح إنها شريفة. طيب شريفة، اللي أنا بدي إياه منك إنه لما بدي أجي أعمل حالي بسرق شنطتك، بس ما بديك تخافي وتصير تعيطي ايش وتصرخي ويمه وتنادي على العالم وتلطمي، لا، بدي اياك تدافعي عن حالك قدر الامكان، تمام؟ وانا راح اساعدك كيف انه تدافعي عن حالك. جاهزه؟ اتصرف على طبيعتي يعني. على طبيعتك، بدك تكوني على طبيعتك طبعا. يلا تابعوا معنا كيف ليش احسن. طبعا ممكن الشال يجي من ورا، ما شاء الله بطولك. يلا روح يا شريفه امشي. مدرب، هذا مدرب دولي. يلا ما بينفع هيك. يلا مالك انصراتي؟ شو فيها بنت الحلال بندرب؟ مش حكيتي سوي طبيعي؟ طبيعتي؟ ايوه تصرف على طبيعتك، بنعلم في شو تكون متعلمي علي؟ الله اكبر، شو مالك بنت الحلال؟ كمان مرة خف يا اختي، مشان الله كل هوا ولا اخت. مشان الله هذا ضرب ننزل طوشه باخذش غيرك معي. يلا طلعنا هوا. يلا احنا هوا. رجعنا لكم مشاهداتنا ومشاهدينا كمان مرة يا صبايا لنورجيكم كيف نعمل دافع عن حالك لما ايش؟ بده يجي حرامي يسحب شنطتك. ومعانا اليوم لنجرب هذا الموضوع بث حي مباشر اخونا شريفه. اختنا واضح. ننطبق معاه ان شاء الله معاها كيف الشنطه. شوف مشرف امك. خلينا نخلص هالحلقه اخير. بدك تيجي من قدامي هان. ايوه جيبي شنطتك الله يرضى عليكي. جاهزه؟ 1 2 3. يا عفو الله. لا شريفة، لا شريفة، لا شريفة. خلص يا شريفة، خلص كلك يا زلمة، تعبك علينا. عزيزتي، إذا بتطلع لك، إذا بيجي واحد يسرق شنطتك ناديله شريفة بس.